الفيديو ده هتكلم فيه عن حاجتين. اول حاجه البروفايل بتاعك المفروض يبقى شكله عامل ازاي في 2026 او 2027 بما اننا في اخر السنه، وازاي ان انت تارجت نفسك في السوق كجرافيك ديزاينر او ارت دايركتور او حتى كرييتيف دايركتور، وان البروفايل بتاعك ما بقاش ينفع تعمله ببي دي اف زي ما احنا كنا بنعمله قبل كده، وحتى لو هتعمله بي دي اف بقى شكله تماما بقى مختلف. ده اول حاجه. الحاجة التانية هكلمك عن ال AI وازاي يحسن وايه اللي انت تاخده وايه اللي انت ما تاخدوش. طيب تعالى نتكلم على البروفايل بتاعك. احنا قبل كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل شو كيسز للحاجات بتاعتنا، ان احنا بنبدأ بالتعريف بتاعنا، السلايدر الاولاني بنحط فيه التعريف، السلايدر التاني بنحط فيه الحاجات اللي احنا عملناها، وبعدين نبدأ نقسمه سوشيال ميديا، كي فيز، نقسمه فيديوز ونقسمه مش عارف ايه والكلام ده كله، بلا بلا بلا، وبعدين نبعته للشركات. كل الكلام ده تمام وزي الفل، ولكن ما بقاش يبين قوتك. بمعنى ايه؟ لو كان في حد شاطر في المانيبيوليشن فالاي اي دلوقتي بيطلع حاجات مانيبيوليشن شكلها حلو. طيب لو حد تاني شاطر في الفيديوز فالاي اي برضو بيساعد ناس كتير في الحتة دي. فكل الحاجات اللي بقت تطلع في الجرافيكس بقت الاي اي بيقدر يساعدنا فيها. فايه بقى المميز بينك وبين التاني؟ كلنا بقى نطلع حاجات شكلها حلو. بما انك ديزاينر شاطر، الحاجة اللي هتميزك هي تفكيرك. فانت محتاج تبين كيس ستادي. يبقى البروفايل بتاعك عبارة عن كيس ستادي طويلة للكلاينت بتاعك، عشان الكلاينت يفهم ان دي مش مجرد حاجات انت عاملها، لا، ليه الكيس ستادي دي اتعملت ازاي، وصلت لفين والكلام ده كله. وهسيبك خالص تبعت لي البروفايل بتاعك، وانا هقيمه واقول لك ايه اللي انت تقدر تضيفه او ان انت تعدل من نفسك في الحتة دي. طيب تعالى نتكلم بقى على صناعة الفيديوهات او الذكاء الاصطناعي. صناعة الفيديوهات الاي اي خلى الجودة احسن بكتير، صح؟ خلى الموضوع ان انت بقى اسهل ان انت تدخل شوت درون كنا بناخد فيها وقت طويل قوي عشان ننفذها. الحاجة التانية كنا لازم ناخد بقى ايه وموافقة مش عارف مين وجهة ايه لازم تروح لها، وكل الكلام ده بقينا خلاص هناخد شوت حلوة وكام شوت وبعدين ندخل الدرون والكلام ده كله. مشهد بقى كان فيه في اف اكس وكبير وطويل وهكذا ناخد فيه اسابيع شغل، والكلام ده نقدر ندخله برضو بالاي اي. فالناس اللي فهمت الحته دي من الاي اي، ان الاي اي جاي يساعدك ان انت تحط الحاجات الصعبه وتعملها، دي الناس اللي فعلا هتكمل والناس اللي فاهمه اي اي. اما الناس التانية اللي هي واخده الاي اي ان هو بقى يروح بقى فكر جيب لي الفكره وروح نفذها وروح، فين الابداع في الموضوع؟ هتلاقي الحاجات اللي بتطلع بالاي اي لوحدها ما فيهاش ابداع، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش فكره. فحاول على قد ما تقدر تبقى انت بتعمل معاه برين ستورم، وبعد كده تطلع بفكره، وبعد ما تطلع الفكره تعالى نروح نفذها. الحاجات اللي هتنفذها انت حقيقيه هتنفذها، والحاجه اللي انت هتضيف عليها اي اي ده تضيف عليها اي اي. الحاجه اللي انت هتعرف تعملها روح اعملها، وهكذا، عشان يبقى في ستوري، وفي نفس الوقت تبقى هي ريليتد. الناس عماله تشوف حاجات بالاي اي، الناس عايزه تشوف حاجه حقيقيه. في النص لازم يكون في حاجه رياليستيك، لان البراندات اللي بتكمل البراندات اللي بتتربط مع العميل، فعشان تربطه مع العميل لازم يكون في حاجه باحساس معين، بحاجه لمسه الناس. فعشان تعمل الكلام ده انت محتاج تبقى انت عامل برين ستورم، مش مجرد ان انت بس رحت وذاكرت وعملت شويه فيديوهات وابعت لي البرومت في الدي ام والكلام ده كله. لا، انت محتاج تذاكر عشان تطلع بحاجه كويسه. طب نصيحتي ايه؟ لو بتتفرج من غير ما تتعلم، او بتتطور بطريقة تفكيرك او مخك مع الاي اي، يعني لو انت بتتفرج بس من غير ما تتعلم فده غلط. فانت محتاج تطور طريقة تفكيرك ومخك عشان تعرف تفهم الاي اي وازاي يساعدك. لان انت لو ما طورتش نفسك، انا اسف، الاي اي هياخد مكانك بكل سهولة. انا احمد رملاوي، كرياتيف دايركتور. سلام.